راديو مارينا كلمنا وتزهينا. راديو مارينا كلمنا وتزهينا. مرحبا بكم، أنا أبو خضرة حاجي إعلامي تونسي شامل. اليوم باش نحكي لكم على سونتر مارينا. مركز مارينا اللي ما يعرفش هو المركز الوحيد اللي عنده 3 فروع في تونس، سوسة، تونس العاصمة وصفاقس. مركز مارينا للتدريب الإعلامي هو أول مركز في تونس مختص في التدريب الإعلامي، تم تدشينه سنة 2017 من قبل وزير التكوين المهني. التعليم تكوين مستمر، هذه حاجة موجودة وهذه بادرة خارقة للعادة وحنا نشجعوا وتشجيع الإعلام. الحقيقة وقتها وزراء زاروا المركز هذا سونتر مارينا وأشادوا بالخبرة الكبيرة وبالتجهيزات الموجودة في المركز هذا والحرفية. الحقيقة الإشادة هذه من أعلى المستوى الدولة ما جاتش من فراغ، لأنه في سونتر مارينا خبرات كبيرة ونجوم إعلام دربت وما زالت تدرب في مركز مارينا. C'est un canal auditif ou bien visuel. نجوم إعلامية أشادت كذلك باللي موجود من بنية تحتية، من تجهيزات، من خبرات، من باقات تدريبية مميزة في سونتر مارينا. نسمعوا أهم التصريحات السابقة لنجوم الإعلام اللي جاوا المركز مارينا. حاجة تعمل 66 كيف. أنا أدعو أي إنسان عنده موهبة في التنشيط الإذاعي وإلا في كل ما يخص الإنتاج السمعي البصري يلتحق بسونتر مارينا. حاجة كبيرة برشا، وخاصة أدعو الأولياء معناتها لو كان عندك ولدك موهوب وكذا جيبوا للسونتر هذا. طلب الدرب وعنا بالعشرات تخرجوا فيهم اللي توظف في مؤسسات إعلامية كبيرة. الطلبة هذوما عاشوا أجواء طيلة الأشهر اللي تعداو، أجواء طيبة للغاية. نسمعوهم ونسمعوا انطباعاتهم. وفرحانة اللي أنا عديت معاكم أيامات مزيانين صحابي باش نتوحدكم، وبالحق ليكول معناها تعطيك بلوس طيارة على الآخر، تفهم بالكدا، تتعرف هكا على حاجات ما كنتش أنت تعرفهم جملة باغ ديتاي. وما ندمتش بالحق معناها فرحانة برشا على الآخر، تعلمت فيها برشا حاجات. موجودة برشا دورات تدريبية، ثم دورة التنشيط الإذاعي والتلفزي باش تدربوا بطبيعة الحال في إذاعة داخلية موجودة في لي سونتر بتاع مارينا. والبداية بالعناوين. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. دورة التقييم والتعليق الرياضي مع كبار المعلقين المعروفين في المجال. البطولات الأوروبية والبطولة الإنجليزية. زاد دورة الإعلامي الشامل، زاد دورة باش تعلموا فيها كيفاش تولي إعلامي تعمل كل شيء تقريبا، من التحرير الصحفي حتى التصوير حتى المونتاج حتى صحافة الذكاء الاصطناعي باش تعلموهم في دورة الإعلامي الشامل. أنت إذا مهتم بتحب تلتحق اليوم بدورات تدريبية في سونتر مارينا، ما عليك إلا تختار الدورة اللي تناسبك، موجودة على صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا تطلب على الأرقام التالية الموجودة في أسفل الفيديو. عسلامة، مرحبا بكم. هيا وينكم صيفة صحاح اللي تحبوا الشيخات والبحر. ريزيدانس مارينا تفرح بكم، أحلى لي زفر تهديكم. ملا هيا باش تستنى شط مريم سوسة يسنى فيكم، من أحسن البلايص في تونس، مدينة سياحية على هرقلة قريبة، وعلى سوسة وخنطوي ماهيش بعيدة. والدليل مع ريزيدانس مارينا ما يوفيش، شققنا المفروشة ما كيفاش، في حتى أصغر ديتاي ما نسيناش. حب على بيت نور موجودة في أرتح الأثاث، وبيت الصالة بأفخم الفطريات، وجينا مجهزة بكل الحاجات من البانس سباجيتي للجازوفي. باش حرفائنا الكرام ما يتعبوش، وفرنا على ذمتكم غسالة اوتوماتيك باش تعديو معانا أيامات فانتاستيك. ما كذبناش وقلنا أصغر ديتاي ما نسيناش. المنشر موجود، لا تتعب ولا تقول الدليل محدود. حممنا فيكم حتى في اكسبسيون يقص الماء، تلقاو سفيرنا تخليكم ديما في ساتيسفاكسيون. حتى البلاصة مروحة، nous avons l'honneur باش نوفروا لكم كليماتيزور ونخليكم تعيشوا لو بونور. يا جماعة أخلطوا، هذا أقوى أفار، الدار فيه حتى شوفاج سنترال. فاش تستناو؟ اطلبونا على رقم 92 770
فر 44. مرحبا بكم في ريزيدانس مارينا. مساء النور، مساء الخير مشاهدينا اوفيائنا. الثلاثاء 29 جويلية 2025 موعد جديد من برنامج حظك واحلامك، برنامج الفلكي الاول في تونس. يرافقنا كالعاده الفلكي العالمي محسن عيفة. عنا اليوم برشا مواضيع، برشا محاور باش نحكيو فيها، برشا سيرتو تساؤلات حارقة من المواطنين باش نحاولوا نجاوبوا على كل تساؤلاتكم. للتواصل معنا تنجموا تتابعونا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحة الفيسبوك وإلا التيك توك وإلا الانستغرام راديو مارينا تي في، وإلا عشان يوتيوب راديو مارينا، وإلا ديريكتومون على سيت اوفيسيال www.radiomarina.net، وإلا تنجموا تتصلوا بينا على الأرقام التالية 96 924 222، وإلا على الرقم 95 88 زوز صفار 77، وإلا على الرقم 28 390 3 اليوم يرافقني كالعادة الفلكي العالمي محسن عيفة. سي محسن شنحوالك؟ اهلا وسهلا اخوي امير، شنحوالكم انتم وشنحوال كل متابعينا اللي يتابعوا فينا سواء من تونس او خارج من تونس. نسال الناس الكل كان ان شاء الله نقول لكم فرحانين، ان شاء الله نقول لكم التكرار الكل قاعده صايبه اكثر من 70%. كي قلنا راهو الطقس مش يتغير وتبدا فيها امطار ويبدا فيها طقس، ناخذوا وقت جانبي سخون وجانب بارد، وان شاء الله الاسبوع هذا حتى لاخر الشهر الطقس هو جميل ابرك خير من قبل وخير من السخانه اللي قاعد نعانوا فيها، لكن وين كنا وين صبحنا، لكن ديما استحمدوا ربي الحمد لله. سي محسن اول حاجه باش نحكيو عليها الحقيقه موضوع حارق على الاخر. اليوم باش نحكيو على غلاء الاسعار سيرتو في المقاهي. اليوم نحكيو على اسوام معناها غاليه وغاليه بالكدا، كيستي غالي، القهوه غاليه، دبوسه الماء غاليه، في الشتاء تلقاها سوم وفي الصيف تلقاها دوبل وتريبل. كيفاش قريت الظاهر هذا سي محسن؟ والله ايش باش نقول لك، انا تو الواحد كيبدا واحد فسراه ويبدا لاباس عليه عادي، يمشي يهز صغيراته يهز مرته يهز عائلته، يمشي بقعه فيها ترفيه باش ينجم يبدل الجو. لكن تو وقت تو يستغلوا في الظرف هذه يستغلوا. يمكن قد ما الدوله عملت الصناعه والتجاره والمراقبه والدنيا، لكن الواحد ماهوش شمس باش يدركوا على الناس الكل. وقد ما الشعب بلغت وقد ما العباد بلغت بالفساد، ومازلنا حنيا غاطسين في المشاكل هذه. وبالعكس اقسم بالله العظيم انا صارت بدايه هبطت لصفاقس هنا، مدينه صفاقس هو تو في سوسه، ما نقولوش في سوسه تبارك الله، تو نقول مدينه سياحيه هكا على البحر وسياحه. انا ما فهمتش علاش يقول لك قهوه شعبيه وقهوه ميكس، انا ما فهمتهاش. وتصبح شعبيه الكاستيب كان ب 800 فرنك ولا ب 500، يدخل فيها النساء والبنات يقول لك قهوه ميكس، تصبح الكاستيب ب 4000 والدبوس الماء ب 4000 وب 5000. علاش؟ خاصه الترفيه. انا في صفاقس صارت جيت من صفاقس من سوسه لصفاقس في طريق سكر مقابله اتوتاي، ما نذكرش القهوه معروفه. قعدت قلت برا هذه قهوه سماحه وكذا كل شيء، ظهر لي فيها ميكس، خلينا نقعد هذيك فيها ترفيه. قلت هذه قهوه مضخمه وكذا كل شيء. قعدت جبت دبوزه ماء وكاستي، قال لي تحبش فاكهه؟ قلت شنو الفاكهه اللي عندك؟ قال لي نحب قلت له برا جيب حتى صحين لوز ما يسالش، مش طحين صغيرك. هاي قال لي كملت مش جاي تليفون خارج. هاي قلت له قداش؟ قال لي 29 دينار. لا حول ولا قوه الا بالله. تصدمت بتعمل. قلت له راني كليت المرقه واللحم ما لقيتهاش. راني قاعد بكري الحور ونلوج على اللحم ما لقيتوش.
قلت له لقيت المرق خليته والحمر قال ايش معناه؟ قلت له قاتل كاستين ودبوا زمان وطرف له 29 دينار مش حرام. قال لي هذاك هو خويا كان غرضك. لسه اقول لك هيك نحب نداء من مراقبه وزاره التجاره تعملوا حمله على كل المقاهي، اعدلوا لهم، اعطيهم ورقه موجوده يعدلوا لهم. لكن انا عادي، لكن نشوف مثلا يكون واحد عنده صغيرات، عنده مرته، عنده صغار يشتوا في الكلاس، يشتوا مثلا في العصير، انا قاعد نخمم فيها في مخي. قلت واحد يهز مرته وصغاره، والصغير ما غادي يحب العصير، والاخر يحب الاومليت، والاخر يحب البانيه، والاخر يحب عشنيه. انا اكد لك الراجل اللي ينفذ ستوشو كان يخلي 500,000 على حسب ما نشوف فيه. الرجاء من السلطات وان شاء الله نقول راهو اسمع تهزوا حرام، راهو متاك الكل يكتب لك حاول خف على الزوالي وراني كل امه محمد. هذا كله ايش نقول لك. شكرا ليك سي محسن. سي محسن، فما مواطنين كلمونا البارح، اليوم نحكيو على ظاهرة الفئران سيرتو مع سخانة. المواطنين يقولوا لنا راهو في ديارنا ولاو يدخلوا لنا الفيران برشا. انت كنت حكيت زاد على الافاعي وحكيت على حنوشه، كان نحكيو سي محسن على الظاهرة نتاع تفشي الفئران في الديار نتاع توانسه. اول حاجة هي كثرة الظاهرة في كل الديار. انا البارح برك 3 فيران، انا عندي قطتي صغيرة مربيها في الدار مسميها ميش، راهي مهبلتني من عمرها صغيرة وهي تنقز علي. البارح انا قاعد هكا نتفرج وعلى السوشيال ميديا ايش ثم ما ثماش، خاطر صعيب برشا، خاطر قاعد نشوف في بعض الحاجات اللي في السوشيال ميديا يقلقوني، خاطر ما نسبقوش الاحداث على مرحومه فيروز، ما انا سبقت الاحداث فهمت ولا؟ يعمل كما كنت دخلت لي فار تسيب فيه تضرب فيه بالكف منه وبعد سيبته على عينيه ولا تنزل ونركز. بعد الفيران الفتره هذه هم قلنا احنا قلنا عام النمله، هذا 2025 هو عام النمله. عام النمله يكثر فيها الخيار هذا كله، يكثر فيها الفيران، يكثر فيها اكل بيصفر بفز ولا شو، يكثر فيها النمل، خاصه النمل. العام هذا عام قوي ما تخافوش، لا باس. الفيران كثرت عشت حتى في الكلمات الزهر نتاعي، كل وريك بتصور نتاعي في الفيسبوك نلقى كلمه زهر خصو عصفور، اتلفت نلقى فيران. معناها الفيران ما تخافوش، راهو عام سابع حتى كان هو خرب ما تخافوش، ما يخربش الفيران. برشا كتجي قبيله تحط لهم اللصقه وتطرف الدواء يموتوا. شكرا ليك سي محسن. سي محسن، باش نرجعوا لحلقتك المثيره للجدل مع زميلتنا احلام عيفه، وقت اللي حكيت على تكهنات سيرتو ليله راس العام في 2025، حكيت على فنانين باش يدخلوا للسجن، حكيت على وفاه بعض الفنانين. ولكن سي محسن قبل ما تجاوبنا خلينا نسمعوا الاكستريم مع سيده المخرجه ونرجع. كي نشوفوا في 2025 نشوف ثم بعض الفنانين باش يدخلوا القفص الذهبي اللي هو الزواج، وبعض الفنانين باش يدخلوا القفص السجن هو الحبس. يا فنانين باش تقع معهم مشاكل ومشاكل كبيره باش تبدوا سياتهم ويتعبروا في 2025 باش يسلم بعض المشاكل. نشوفوا في الحزن، نشوف الحزن في 2025 ثم حزن ثلاثه مشهورين فن تبع الثقافه موجودين. سي محسن، تو كنا نسمعوا في الاكستري، حكيت على فنانين باش يتوفاو، وحكيت على فنانين مقبلين على الزواج، حكيت على فنانين زاده مقبلين للاسف للسجن. نبداو بالحادثه الاخيره، وفاه نجل الفنانه العظيمه فيروز. قراءتك سيرتو بعد تكهناتك الصحيحه. هو يعطيك الصحة، أنا نعرفك برباش تربش برشا شفتك من الاشتاق نتاعك، الاشتاق هذه نهار كامل كان في حاجات تمس ننسوها احنا من بين نقولها نسيناها، نلقى كيما هكا في الاشتاق مهبط. والله خويا مقواك ربي والله. عايشك سمع. زور لي فت الاعلاميين وفت سمير الوافي وفت جماعة حتى حقق 4 فتهم حتى البالون فتوا 5 وخميس عليك. عايش. هو راهو ايش قلنا استثناء في لبنان تفتقد ساحة فنية كبيرة برشا. وقلنا في 2025 تفتقد الساحة الفنية، يا فنان يا مخرج يا حد من معايا الفنانين مش
لبنان تهز الساحه نتاعها ويكثروا فيها كل الفنانين في التعزيه، وقد صارت. ولد المرحوم ولد فيروز. كي نشوف في تونس، ايش قلنا في تونس؟ ونسحت قلت يا فنانين، يا راكم انتم استثناء، راكم في 2025 بعد ما نكملش يدخل القفص الذهبي اللي هو الزواج، وبعض الفنانين باش يدخلوا القفص السجن. وها شنو صار؟ صار سمارة وعلاء. ونقول ربي يستر. راهو كي تجبد واحد تجبد سلسله كامله، قاعد سلسله تجبد ونسحت. قلت لهم يزيكم، وقلت راهو مش يصير 3 فنانين مشهورين او ممثلين في دار الثقافه، وقد صار زوز الله يرحمهم، والثالث ربه غالب. يمكن على عسى ما تصيرش، ان شاء الله ما يصيرش، ان شاء الله ربي يطول في عمرهم. لكن نشوف فيه في 2025 كهنت لهم وقلت لهم راكم مش تدخلوا في قفص السجن. علاش؟ الطمع يوصل الانسان يكون يخدم روحه لاباس عليه وشهرته، يدخل في دوامه مش نتاعو. والله كان ثم حاجه، القضاء راهو ما يكذبش راهو. والقضاء مش انسان مش يحكم في الحبس الا كي تبدا ثم ادانه ثابته وثم مقارنات باش الحاكم والقاضي باش يوقف، يخلي مده 4 ايام مده في الايقاف ولا كذا، ويثبت كان تهمته ثابته عليه يعدي الحبس، كان تهمته مش ثابته نجم يسيبه في كل وقت. ما دام تعدى للسجن كان ثم حاجات ثابته عليه. لكن ننصح كل الفنانين وكل اللي قاعد يسمعوا فيا، انا قلت لكم في 2025 راهم بعض الفنانين مش تعرض لهم ستار. حاولوا تجنبوا وخلي اسمكم حلو، واسمكم ديما يبدا يرفرف كيعلم. احنا عندنا مش برشا فنانين كيما في العالم، شويه فنانين شويه، لكن لازم نحافظوا عليهم هكا فنانين وكممثلين. هذاك هم زينة التلفزة وزينة السوشيال ميديا. احنا كي نبدا في تلفزة ولا في اذاعه ونستدعوا اعلامي مشهور او فناني مشهور او انسان مشهور، نبدا نربحوا اجرته برشا برشا ناس يتفرجوا علينا كما نقولوا باز يقولوا فيها توكي. فهمتي؟ يربحوا به. احنا علاش راك نخسروا حاجات كيما هكا؟ يلزم الاعلام اكتب فلان توقف فلان كذا او فلان كذا. هذا كهنت فيه اخويا امير، وقلت بعض الفنانين باش تعرف من ستار. سي محسن، ما دام جبدنا على عليه الحقيقه فما اسماء اخرى باش تدخل السجن. نشوف في البلوره، وهذه البلوره لازم اختنا وامل تعمل موسيقى خاصه ديما نبه عليها المخرجه مش معايا خلاص. البلوره كي نشوفوا ركزوا فيها شوي، ثبتوا فيها، ضباب مع علاء، ستار مش يخرج. بعض الناس بعض معروفين اعلاميين او فنانين مش يجبدوا في الساحه. بالذات البلوره غاطه على بعض الاعلاميين او فنانين او رياضيين او رجال اعمال. نشوف البلوره ثم حاجات باش تصير في جرة هالمشاكل اللي سبوا ودخلوا للسجن. بالذات البلوره غطاء اكحل قوي برشا، ونقول ربي يستر. شكرا ليك سي محسن. سي محسن نعرفك من عشاق فيروز، تحب ياسر فيروز. دونك رينيك كتبت حتى في الفيسبوك متاعك كلمات جميلة على فيروز. فيروز توفى رجلها، توفيت بنتها، توفى توا درنير ولدها عندها 40 عام، هي في حالة حزن وسامحوني في الكلمة في حالة كآبة. كيفاش قريت وجه فيروز كي ريتها في العزاء متاع ولدها؟ أنا والله كي شفت فيروز ذكرتني في نسمة الصباح، قهوة الصباح، قمن الصباح. فيروز راهي
عندي نايم من الجيل اللي نحب عليهم انا. كل واحد وجيله راه، وكل واحد وعمره. انا عمر واحد يحب ام كلثوم، عبد الحليم، يحب فيروز، يحب انغام، يحب الفنانين اللي نمشوا معاهم احنا تربينا بهم. لكن تو ولت الراب، ولت غناء ما نفهموش، وسراويل مطايحه وحال حليله ولا سراويل مقطع، والطفله بتشطح عليه، ونقعد نقول كي نضربها جن ولا نضربها كورون. تبدا قاعده بحذاك تحط لها واحده تاع راب، وتبدا عندها الكمام في وزنها، تبدا تنقز. مركز مرحي بس مرحي بس مرحي، ايش بيك؟ لا راني تبع في غناء، وهي عامله الكتف في وزنها نغسلها اضربها جني. حاجه ما تربيناش بيا هذي، تربينا ام كلثوم، غلطت عليها بالغناء اواخر. عبد الحليم تربيت عليه خاطر اغناه. فيروز الله من منبر راديو مارينا، ربي يطول في عمرها، يطول في انفاسها، والله يرحم ولدها. هما السابقون واحنا اللاحقون ان شاء الله. هذيك هي الدنيا، وربي يرزقهم بالصبر. وهذا نقول. شكرا ليك سي محسن. مشاهدينا الكرام، نحن ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج حظك واحلامك. فاصل قصير وهنا راجعين. عسلامة، مرحبا بكم. هيا وينكم صيفة صحاح اللي تحبوا الشيخات والبحر. ريزيدانس مارينا تفرح بكم بأحلى لي زفر تهديكم. ملا هيا باش تطلنا شط مريم سوسة يستنى فيكم، من أحسن البلايص في تونس. مدينة سياحية على هرقلة قريبة، وعلى سوسة وخنطوي ماهيش بعيدة. والدليل مع ريزيدانس مارينا ما يوفيش، شققنا المفروشة ما كيفاش، في حتى أصغر ديتاي ما نسيناش. قرب على بيت نون موجودة بأرتح الأثاث، وبيت الصالة بأفخم القطيات، وجينا مجهزة بكل الحاجات، من البانس سباجيتي للجازوفي. وباش حرفائنا الكرام ما يتعبوش، وفرنا على ذمتكم غسالة اوتوماتيك باش تعديو معانا ايامات فانتاستيك. ما كذبناش وقلنا اصغر ديتاي ما نسيناش. المنشر موجود، لا تتعب ولا تقول دليل محدود. حممنا فيكم حتى في اكسبسيون يقص الماء، تلقاو سفيرنا تخليكم ديما في ساتيسفاكسيون. حتى البلاصة مروحة، nous avons l'honneur باش نوفرولكم كليماتيزور ونخليكم تعيشوا لو بونور. يا جماعة أخلطوا، هذا أقوى أثار، الدار فيه حتى شوفاج سنترال. فاش تستناو؟ اطلبونا على رقم 92 770 44. مرحبا بكم في ريزيدانس مارينا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في برنامج حظك واحلامك مع الفلك العالمي الاسترو ستار محسن عيفة. باش نبداو بقراءة الابراج. سي محسن نبداو بالبرج الاول، برج الحمل. يعطيك الصحة اخويا امير، ويعطيك الصحة لكل مستمعينا. لكن ماذا بيا نحب نشوف الكومنتات نتاعكم، نشوف الجماعات، نشوف كيفاش تبرجوا لاصحابكم. انا راني كيما نشوفش الباج تتفاعل معاكم ومع وجوه طيبة ومع الناس تتفاعل، راني نفد. ما عادش نحب نعطي الابراج، خلي هاكا نعطيهم مرة في الاسبوع برا. خلينا نشوفكم ديما تطلع هكا الباج وبرزوا اكثر. ما نشوفكمش راني قاعد انا متغشش برا. شوفوا البرج الحمل ايش يخبي الاسبوع هذا. الحمل اخزر الحمل كيفاش، والحمل تحسه قوي لكن تحسه ضعف شوي الفترة هذه. ساحة من الحمل تحسه مرات يبدأ أموره هافت على الكيف، وساعات تبدأ أموره مريقلة. ساحة الحمل لازم يقوي شوي، فهمتي ولا؟ يبدأ مرات يبدأ قوي، مرات يبدأ ضعيف. في كل وين يجي يقرر مش يعمل حاجة ساحة الحمل يبدأ ماذا بيه يكلمه حتى أي إنسان. الحمل الفترة هذه قاعد يخمم، عنده البهتة، يحسوا قلبه سارح، مخه سارح. في أوقات يبدأ أموره مريقلة على الكيف، وفي أوقات تبدأ فاد على الزامة.
خلينا نثبت اموره. اختنا اما قلت لها نقص طب شويه ذكر خلاص صفي. البلوره كي نجي نشوف البلوره مع برج الحمل مر بامور مخنوق فاد يمتر اعصابه، عنده ثقل كبير هابط عليه، والثقل هذا يحب يخرج منها ما لقاش ليه حل. صاحب الحمل قل له رد بالك، قاعده البرمه تطبخ عندك وتحب عباد ينولوا لك على الشر ويحبوا يسببوا لك مشكله قضائيه او مشكله مع عاطفيه او مشكله متاع اوراق، لكن ان شاء الله تخرج منها لا باس. لكن الامور الماديه والامور العاطفيه تحسك ماكش معاهم خلاص، ماكش معدلهم، وامور الماديه قاعد تخرج وما تدخلش. حاول يا صاحب الحمل تفادى من المشاكل واسمع الكلام اللي بكيك، ما تسمعش كلام يضحك عليك. تحس البلوره الفتره هذه والاسبوع هذا مر بحاجات صعيبه برشا عليك. هذا شو نقول لك. سي محسن، برج الثور. شوفوا الثور شنو ينجم يخبي في الاسبوع هذا. التاروت اخزر الثور ايش فيه؟ الثور هو من ابراج القوية برشا، يتحدى العالم الكل، لكن في يهز الغرور، يسمعش الكلام اللي انسان ينصحه. صاحب الثور عنده مبدأ، عنده شخصية قوية، لكن يغامر وساعات يفشل. ماذا بيه الثور الفترة هذه يسمع الكلام اللي ينصحه، مش قلت الثور يسمع كلام وحده. رد بالك يا ثور، كان سمعت كلام اللي يضحك عليك راه مش يمشيك في حاجات غالطة. زعما البلورة شنو تخبي؟ نشوفوا البلورة في برج الثور. الثور في البلورة تحسوا عنده فلوس دخلت له، لكن عنده عباد لاهين به. البلورة فيها حاجات باهين، لكن ثم عباد قاعد يرصدوا فيه بالمرصاد، ماذا بيه ما يخلوش ينجح. لكن ننصحك لسانك سوانك، اذا سنت سانك اذا خنت خانك. حاول يا برج الثور نقص من الثرثرة ويزيك ما تسرعش، وامشي قد باش تمشي مريقل باش الحظ مواتيك. لكن ما تخافش، الايامات القادمه ما تشوفش الكل خير، والايامات القادمه باش تجيك حاجه تفرحك وتنسيك في الهم في كل شيء. لكن الامور الماديه وامور العاطفيه ماشي قد ما تخافش، ما عندك ما يضرك، لكن حاول تفادى من المشاكل ونقص من الثرثره. سي محسن، برج الجوزاء. الجوزاء مع التاروت. اخزر التاروت كيفاش؟ تحسها ملكة. الجوزاء حكينا فيه الاسبوع اللي فات وعمل برشا نسبة مشاهدة للفيديو اللي هبط وتبعوه برشا. يقول واحد يقول يا سي محسن كلامك صحيح هو صحيح عند ربي، لكن انا مجرد حسابات فلكية ولا غير ذلك، وعلم الغيب يبقى ديما صاحب الغيب، الله اعلم. كي يجي نشوفوا الاسبوع هذا الجوزاء هذا مر بصعوبات ونقزها، والاسبوع هذا عنده حاجه مش تفرحه، يحب يخرج فيها، يحب يشارك فيها، مش ينجح فيها. لكن حاول ابعد على عباد مشبوهين او عباد اصحاب شبهات باش ما يورطوكش في مشاكل. تحس الجوزاء يتعرف على الناس او يسحب ناس وبعدين يسبب له برشا مشاكل امنيه قضائيه فاسم وجيم. حاول تجنب. خلينا نشوف البلوره شنو تخبي له. البلوره الجوزاء هما الجوزاء زوز كما حكينا فيه الاسبوع اللي فات، متقرنين، ما يحبش شكون يعاندو، ما يحبش شكون يجبرو، يحب يمشي كم افكاره. يا جوزاء خذ كلمه واعطي كلمه، ما يسبيك بالغش، ما تغشش، حاول اسمع كلام اللي يبكيك. لكن كان يضحك عليك يضحك لك على عقلك. تحسك الجوزاء ماشي في ثنية صحيحة والعيون مش تحط عليك. حاول اتفادى من كل شيء. مشيك برشا عروض نتاع ورقة باش تربحها او فلوس مازالت موجودة.
الفلوس والخروج. ان شاء الله الاسبوع هذا يطمن قلبك وتوصل انت اللي حاجتك به. سي محسن، برج السرطان. السرطان، شوفوا السرطان ايش يخبي في التاروت. السرطان هو كوكب من الشمس، يذوي على الناس الكل وحتى حد ما يذوي عليه، يحل مشاكل الناس الكل، لكن تحسه غامض، يقضي ساعات يبدا كيتيح عنده ناوي على مشكله او ناوي على حاجه ما حلاش منها، يبدا عسل الدنيا قضى الشهور يتقلب. يا سرطان مش باهي ليك هيك، علاش؟ اليوم عندي وغدوه عندك، ما تقلبش الفيستا، خليك حنين، اكسب الناس الكل بالباهي. راك عندك انت مخك مرات تلقاه عسل الدنيا ومرات تقلب 360 درجه. حاول تفادى، واليد اللي تكرمك وتعاونك اسمك حطها بين عينيك، لكن اللي يضحك عليك وشلبخ بشلبوخ حتى على السلامه حرام فيه. يا السرطان فيق شوي. خلينا نشوفوا البلوره. البلوره ايش تخبي؟ السرطان في البلوره تحس السرطان قوي، ما يحبش يكون يناقشه، يحب ديما كلمته صحيحه، لكن عنده ظروف ماديه او معنويه او مشاكل عاطفيه او مشاكل في الخدمه يمر بها صعوبات كبيره برشا، ويحب يخرج منها. كل من يتعرف على ناس باهين يضروه. علاش؟ خاطر السرطان يحكي اللي في قلبه، ما يخبي حتى شيء. حاول يا سرطان تفادى من المشاكل وخليك ديما قوي، لكن ما ترخش، خليك ديما قوي وشجاع تمنع من كل المشاكل، لكن قعدت كيما هكا راك مسبب برشا مشاكل، خاصة الأسبوع هذا بعض حاجات مش تحير عليك وتقلقك. سي محسن، برج الأسد. زعما الأسد ايش يخبي الأسبوع هذا؟ الأسد هو الأسد. الأسد هو قوي، لكن الناس تقطع فيه وتريش فيه ياسر، يستنوا فيه وقت يرتاح. يا سيد خذ حذرك واعطي قوتك وشخصيتك وما ترخش، ما تخليش الامور العاطفه والماده يتعبوك. تقاوم، تطيح، تقوم، ما تخافش. يستنوا فيك انا اللحظه اللي انت باش ترتاح فيها. حاول تجنب من كل المشاكل. انت برج الاسد قوي، لكن عندك كرنتك كي زي الكرتوشه، ما ترجعش. كي تقول كلمه الحق لو كان نفسك مكروه الا في لسانك، ما تخافش، وننصحك قدم وما تخافش. خلينا نشوف البلوره ايش تخبي. البلوره السرطان تحسوا ثم اشخاص معينين يتبعوا فيه بالمرصاد، يحب يطيحوه في اي مشكله. قل له اتفادى من المشاكل وما تخافش، ولما تقاد ما تجيك بشرة خير مش تخرج منها، يجيك عرض باهي، لكن تحسك تعب، ساعات تبدا تقدم وساعات تبدا توخر. يا اسد انت عندك حاجات باهيين، لكن ما عرفش كيفاش تغتنمهم. حاول ديما اعرف ايش تخبي، واعرف ايش تصرف، واعرف ايش تكسر. انت مش قلتلك عطيك تو تعشى وتشيخ وغدو ما همتكش، لا هكا يا اسد. اسمك كل حاجه تقرا لها حساب. انت تقدرت برشا مرات وما زلت، خاصه كي تطيح ما تلقى حتى حد. حاول ديما قوي. الاسد قاعد عنده جانب عاطفي هو اللي ذره، يحاول يسحب. الاسد كون سنترا، كون قوي وما تعطي ثقه حتى لشخص او شخصه باش تلقى روحك ديما ماشي معك الحظ. سي محسن، برج العذراء. العذراء اخت العذراء كيفاش طالعه؟ العذراء ياسر تعطي الثقه الناس ما تستحقهاش، تحكي سرها واسرارها من اصدقائها او اصحابها واخر تاني يدور عليها، لكن تحسها كالملكه ما تطيقش شكون يجرحها. العذراء هي من ابراج الباهيين، فدال، حنان، طيبين، لكن مش كلهم ما يطيقش شكون يجرحهم. تحس يمروا بامور عاطفيه وماديه تعب برشا عليهم، لكن الفتره هذه قاعد تعبين يلوجوا على حلول مناسبه، لكن كل نجي يعملوا حل يخسروا كل شيء. رد بالك يا عذراء، كان قدمتي او بعت بسرك او حدثتي حديث مش في وقته راهو يرجع لك كل كي عكسيات لك انت. زعما البلوره ايش تخبي؟ شوف البلوره العذراء،
العذراء مع البلورة تمر بصعوبات كبيرة برشا، وصعوبات مادية ونفسية وعاطفية، لكن العذراء ما يحبش شكون يناقشه، يحب ديما يكون صادق معاه. تصعد برشا مرات وعطيته جنب برشا مرات، وكل انسان او انسانه تعطيه جنب وبعد تجي شربوخ كبير وتندم وتقول اي ما عادش نعاود، وتزيد تعاود فيق شويه يا عذراء، هذه فرصتك، والايامات القادمه باش تجيك بشرة خير باش تفرهدك حياتك كامله، وعندك على قريب باش يجيك خبر باش يفرحك، تبدا امورك كلها ثابته. برج العذراء عنده الفتره هذه اوراق او خروج لبرا او فلوس لازم يعرف كيفاش يغتنمهم، لكن حاول لسانك سوانك اذا صنت لسانك واذا خنت خانك. سي محسن شكرا ليك، ان شاء الله نكونوا جاوبنا على كل تساؤلات العباد، خاصة في قراءة ابراج الستة الاوائل. مشاهدينا الكرام نحن مازلنا متواصلين معاكم في البرنامج الفلكي الاول في تونس، حظك واحلامك مع محسن عيفة. فاصل قصير وهنا راجعين. مرحبا بكم، انا ابو خضر حاجي اعلامي تونسي شامل. اليوم باش نحكي لكم على سونتر مارينا. مركز مارينا اللي ما يعرفش هو المركز الوحيد اللي عنده 3 فروع في تونس، سوسة، تونس العاصمة وصفاقس. مركز مارينا للتدريب الإعلامي هو أول مركز في تونس مختص في التدريب الإعلامي، تم تدشينه سنة 2017 من قبل وزير التكوين المهني. التعليم التكوين المستمر هذه حاجة موجودة، وهذه بادرة خارقة للعادة، وحنا نشجعوا وتشجيع الإعلام. الحقيقة وقتها وزراء زاروا المركز هذا سونتر مارينا وأشادوا بالخبرة الكبيرة وبالتجهيزات الموجودة في المركز هذا والحرفية. الحقيقة الإشادة هذه من أعلى المستوى الدولة ما جاتش من فراغ، لأنه في سونتر مارينا خبرات كبيرة ونجوم إعلام دربت وما زالت تدرب في مركز مارينا. C'est un canal auditif ou bien visuel. نجوم إعلامية أشادت كذلك باللي موجود من بنية تحتية، من تجهيزات، من خبرات، من باقات تدريبية مميزة في سونتر مارينا. نسمعوا أهم التصريحات السابقة لنجوم الإعلام اللي جاوا المركز مارينا. حاجة تعمل 66 كيف. أنا أدعو أي إنسان عنده موهبة في التنشيط الإذاعي وإلا في كل ما يخص الإنتاج السمعي البصري يلتحق بسونتر مارينا. حاجة كبيرة برشا، وخاصة أدعو الأولياء معناتها لو كان عندك ولدك موهوب وكذا جيبوا للسونتر هذا. طلب الدرب وعنا بالعشرات تخرجوا فيهم اللي توظف في مؤسسات إعلامية كبيرة. الطلبة هذوما عاشوا أجواء طيلة الأشهر اللي تعداو، أجواء طيبة للغاية. نسمعوهم ونسمعوا انطباعاتهم. وفرحانه اللي انا عديت معاكم ايامات مزيانين صحابي باش نتوحدكم، وبالحق ليكول معناها تعطيك بلوس طياره على الاخر، تفهم بالكدا، تتعرف هكا على حاجات ما كنتش انت تعرفهم جمله باغ ديتاي. وما ندمتش بالحق معناها فرحانه برشا على الاخر، تعلمت فيها برشا حاجات. موجوده برشا دورات تدريبيه، ثم دورة التنشيط الإذاعي والتلفزي باش تدربوا بطبيعة الحال في إذاعة داخلية موجودة في لي سونتر بتاع مارينا. والبداية بالعناوين. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. دورة التقديم والتعليق الرياضي مع كبار المعلقين المعروفين في المجال. البطولات الأوروبية والبطولة الإنجليزية. زاد دورة الإعلامي الشامل، زاد دورة باش تعلموا فيها كيفاش تولي إعلامي تعمل كل شيء تقريبا، من التحرير الصحفي حتى التصوير حتى المونتاج حتى صحافة الذكاء الاصطناعي باش تعلموه في دورة الإعلامي الشامل. أنت إذا مهتم وتحب تلتحق اليوم بدورات تدريبية في سونتر مارينا، ما عليك إلا تختار الدورة اللي تناسبك، موجودة على صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا تطلب على الأرقام التالية الموجودة في أسفل الفيديو. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في برنامج حظك واحلامك مع الفلك العالمي الاسترو ستار محسن عيفة. سي محسن نتعداو ديريكتومون لبرج الميزان. زعما الميزان شنو يخبي في الاسبوع هذا؟ الميزان
تحسوا المره الاسبوع هذا فاق شويه زعما ما فاقش مازال ما فاقش. الميزان التارو اشتراط يظهر لي ولا قوي برشا ولا مربي شلاغم ويسمع الكلام، لكن مازالت الذيوبه دايرين بيه. اخسرها مازال الذيوبه دايرين بيه. برج الميزان حب يطيحوه في الدنك. صاحب الميزان لازم يكون قوي، ما يرخش، يعمل على ذراعه وعلى مخه وعلى قلبه، لكن القلب نتاعو كان تخلى الامور العاطفه يضعف، واللي ما عادش ينجم يعمل حتى شيء، يذيع كل البرج نتاعو. لكن تحسوا مرات تلقاه شيخ ومرات تلقاه فاد، مرات يقول كلمه حلوه، مرات يخرج من جنابه كلام يجرح. ساعات الميزان كلامه باهي وساعات يبدا مش قد بعضه، لكن يمر بصعوبات كبيره. تحسوا يلوج على فرحه وين، يلوج على حاجه تفرحه. تحس سمع عباد تحبه، وهو كما نقول لك المثل الشعبي، ناس اللي يفكرني فكر الناسيني. ثم عباد تحبك وتجي بجرتك وانت ناسيهم، وثم عباد انت ناسيهم وهم يحبوك. حاول اقعد بينك وبين ضميرك يا صاحب الميزان ورجع حساباتك قبل ما تغيس قيس. زعما البلوره شنو يخبي؟ شوفوا البلوره شنو يخبي برج الميزان. البلوره عندها فرح في الطريق ويلوج على حاجه تحب يخرج منها. عندها 3 عروض، عرض الاول لا، عرض الثاني صحيح، لكن الفلوس ديما بح، ديما فلوسها داخله منا خارجه منا. عندها فلوس جاياته، لكن كل ما يمشي في مش تمشيهم يكسرهم يلبسهم باللبس ما يخليها حتى شيء. مش قلت الميزان اللي تجيبه من المدى في عام يجي مجمل فرد فم، يجمل بعد قلبه حنين يعطيهم، لكن ديما تجي ترحم من جنابه. لكن قاعد فايق تحسه محبوب باهي، لكن يقعد ويطيح في بلاصه باهيه، يعيش متهني اموره ثابته. ورد بالك يا ميزان قاعد هنا نشوف في البلوره 3 من الناس فيهم زوج رجال وامراه ديما يتبعوا في برج الميزان ما يخلوش مرتاح، خاصه اظن زوج ذكوره ماذا بيهم يحبوا يخرجوه من عقله. ارسل وخليك ديما بين فكرك ما تخاف حتى من شيء. سي محسن برج العقرب. العقرب شفت العقرب ايش يخبي؟ العقرب فاترو. العقرب اللي كانت هي صعيبه وكانت برجها ديما قاسيه باش يكثر عليها برشا فروحات وبرشا جو وبرشا خيرات، لكن مشكلة العقرب مف ياخذ كلامك ويحكي معاك وبعد يتغلب عليك ما يعطيكش الصحيح. رد بالك يا صاحب العقرب، ساعات كان تحت شخص معين وعرف لانك انت قاعد تمسك عليه تخسر كل شيء. امشي برجل وخليك سريح ما تخاف حتى من شيء. قاعد تعرض لمشاكل كبيره برشا، امور عاطفيه وامور نفسيه. زعما البلوره ايش تخبي؟ البلوره مع العقرب تحس العقرب ثم شكون شريه كما نقولوا فيها، ثم شكون يحبك سواء انت او ذكر، ولكن انت تحسك ما عندكش جنب صحيح. مرات تمشي برجل ومرات تلقاك لا. اقعد يا عقرب بينك وبين فكرك وحاول ارجع حساباتك، ما تخسرش اللي كان يدك معاك وبعد تقعد ندم عليه. تحسك ثم هزك غرور تبع برشا ناس واخر تالي ضيعهم الكل ما تلقى حتى حد، لكن الشخص اللي يحبك انت ويخاف عليك ويعزك خليه ديما قريب منك. صاحب العقرب عنده طريق مفتوح فيه فرحه فيه برشا فلوس، لكن يخاف من الغش ومن الامراض العدويه لازم تعديه. اي مرض نجم ياخذ يقاسي فيه، خذ حذرك في الفتره هذه. سي محسن برج القوس. القوس زعما القوس شنو يخبي؟ اخذوا اختاروا مع القوس. قوس قوي برشا يتحدى العالم الكل، كلمته كلمه، النواره والكوكب نتاعو ماشي معاه والابراج كلها تقدس له. صاحب القوس الفتره هذه قاعد يغامر ينجح وما يخاف حتى من شيء، لكن رد بالك ما تسرعش.
خذ الكلام الانساني، يقول لك الحاجه هذيك راهي فيها بير لازم تسمع كلامه، يقول لك فيها حفره اسمع كلامه. لكن قوس يحب يمشي كم افكاره. رد بالك يا قوس، كان تمشي بافكارك تخسر كل شيء. الايام القادمه مش يجيك بشرة خير تفرهدك في حياتك، تبدا كل شيء ثابته. زعما البلوره شنو يخبي في القوس؟ نمشي البلوره شنو يخبي؟ البلوره فيها حاجات بهين، فيها رزق مال باش يجيك لديك، ما تخممش، وسع بالك، امشي قد الايامات القادمه باش يجيك فيها بشرة خير. عندك حاجه باش تبشر لك بالخير. القوس باش تخرج من مشاكل قضائيه، مشاكل امنيه، عندك بعض الشيكات اوراق او حاجه كما مش صح فيها مش تربحهم، لكن ماذا بك ما تستعجلش، خليك ديما ثابت. ان شاء الله برج القوس الفتره هذه والاسبوع هذا باش يخرج من كل المشاكل. سي محسن برج الجدي. اخزر الجدي كالورده، مره باهي ومره خايب، مره يمشي مريقلب عسل الدنيا ومرات لا، تحسها مرة الوردة تذبال ومرة الوردة تلقاها خضراء. يا جدي كن واقعي، كن صحيح، ما تخسرش اصحابك واعداك، عاديهمش. انت قاعد ساعات تستعجل وساعات تبدا بارك الله خدام قوي كذا، وساعات تبدا فاشل بالسيف باش تقاوم. انت صاحب الجدي عندك مبدا وعندك ثقه في روحك، لكن عباد تقطع فيك وتريش فيك، لكن انت ديما بريء. زعما ايش تخبي البلوره مع الحظ. الجدي قاعد يمر بتعب ويلوج على باب باش يفرج بيه ومش يخرج بيه صحيح. تحسه هو جذاب، عنده فلوس دخلها، لكن عنده بعض عباد الناس تحفر له ما يخلوش في خير. رد بالك يا صاحب الجدي، الفتره هذه ما يخلوكش تنجح، لكن انت قاعد ماشي في ثنيه صحيحه ومش تخرج من كل المشاكل اللي انت فيها. والايامات القادمه مش تجيك حاجه تفردك، لكن ديما حاول الشخص اللي تناقش انت ويعرف عليك بعض اثار حاول تفاداه وابعد من كل المشاكل اللي معاه. خليك ديما قوي، ما تخاف حتى من شيء. سي محسن برج الدلو. اخسر الدلو شنو فيه؟ الدلو تحسه كانه سيد غاطس في دلو، والدلو قاعد يشرب منه ومش فايق بروحه. يا دلو اخسر التاروت بتاعك كيفاش؟ تحسك عباد يلوجوا لك على اي حاجه باش يعطلوا لك امورك في فرحتك، في حياتك، في الفلوس، في المال. كل حاجه تتكلم عليها انت يبخسوها، حتى ما عادش تجي عندها حتى قيمه. ونصحتك 50 مره، واستعينوا قضى حوايجكم بالسر والكتمان وكلة النعمة المحسود. صاحب الدلو قاعد يخمم في الامور الماديه والامور النفسيه، وتحس برشا عنده ضغط نفسي، لكن ان شاء الله يخرج منها سلامات، ما يخاف حتى من شيء. زعما البلوره شنو تخبي له؟ نمشي البلوره تحسوا الدلو قوي، لكنه مشكلته عنده شخصيته قويه برشا، ما يتراجعش، لكن عنده خشيم هذايا، كسره شويه خشيم هذايا، هفت علاش وانت طاير في السماء. حاول خذ كلمه واعطي كلمه وخليك ديما مريقل. انت قاعد كل الناس تقطع فيك وتريش فيك وانت ماكش فايق بروحك، ما يحب يفسدولك اي طريقه، حتى يبدا حاجه كما يردوها كبيره باش يعطلوك امورك. ارضى بالقليل، العين واسعه لكن السره ظريفه، وانت داخل في جبل قوي، في برشا فلوس خساره تاع فرحه او تاع فلوس او تاع حاجه، لكن باش تمر بهم، لكن كان تحل عليك برشا ما تنجمش توصل المراحل هذه. خليك قد لكن المثل الشعبي يقول لك البس مستر وكون محذر. سي محسن اخر برج الحوت. الحوت طلع المره ذي عنده تاج الملكه، خرج من كل الازمات النفسيه والماديه، كانت عنده برشا مشاكل هابط عليه، عياله من عائلته من حياته من اصحابه، تحسوا في جرته القي والقال، لكن خرج منهم.
الايامات القادمه مش يبشروا بشرة الخير، مش يبدا ينتصر على اعدائه الكل كي، واللي حفروا واللي عملوا واللي جروا فجرتوا كلهم سيتحاسبون. ما تخافوا حتى من شيء. برج الحوت قوي برشا، وان شاء الله الايامات القادمه مش يجي حاجات مش ما كانش يحلم بهم. حاول يا برج الحوت اتفادى من الغلطات اللي صارت قبل، وان شاء الله الايامات قبل تبدا كلها ثابته. برج الحوت يقدم لكن ديما لحمته حلوه برشا، يحب يعمل حاجه وكل ما نقول الحاجه تبدا الناس يبدا يقولوا عليها. امشي ما تخافش وخليك ديما قوي. زعما البلوره شنو يخبي برج الحوت؟ الحوته مع البلوره او ماشي معك الحظ، والحظ نتاعك قوي برشا. خرجت من كل الازمات، كان عندك ازمه نفسيه او ماديه او مرض او حاجه ما كان خرجت منهم لاباس. لما تكون تعاني منهم امراض او ثم يكون في عائلتك مرض او عندها مشاكل خرجت منها لاباس. لكن القادم بعد العسر يسر. يقول لك انسى ديما بعد المر يجي العسل، ما تخاف حتى من شيء. تمر بصعوبات كبيره لكن تو خرجت من فم الزجاجه. ورد بالك بعض الناس يحبوا يحفروا لك، صحيح جاتك العين برج الحوت، العين حاط عليه في لبسته في داره في ماكلته. ديما خذ حذرك يا صاحب الحوته. ديما نقول لك حط شيء وشك كما نقولوا فيه، شيء بخور في الدار باش تطحن لك العين. خمسه وخميس عليك برج الحوت، ما تخاف حتى من شيء. شكرا ليك سي محسن. مشاهدينا الكرام كملنا ال 12 برج مع سي محسن عيفه. باش نوجه هنا نداء للساده المشاهدين، راهو صدقونا معناها ما نجيبوا سي محسن كان بعد عناء طويل وبعد تليفونات وكذا وماك تعرفوا معناها صفر معناها في السخانه وفي الاوتورود تبدا الدنيا شارجيه شويه فيكو الناس الكل تمشي للساحل وتمشي لكذا. دونك رانا ما نجيبوا سي محسن البلاتو لهنا لصفاقس كان بعد عناء طويل. معناها ماذا بيكم تتفاعلوا لو ماكسيموم، ماذا بيكم تطلعوا نسب المشاهده، ماذا بيكم تعليقاتكم وكومنتاراتكم الكل على ريوسنا، حتى تساؤلاتكم نحاولوا نجاوبوكم لو ماكسيموم. رانا مش كل مره نجموا نجيبوا سي محسن عيفه، وهذا طلب بسيط مني، طلب متواضع جدا، انكم تتفاعلوا على صفحاتنا، تتفاعلوا على راديو مارينا تي في، تفاعلوا على مارينا تي في على الفيسبوك والا تيك توك والا الانستغرام، والا زد تفاعلوا على صفحه البرنامج حظك واحلامك مع الفلك العالمي محسن عيفه، والا تتفاعلوا معنا على شين يوتيوب وعلى السيت اوفيسيال. في اخبارنا تلقاو تغطيه يوميا للاخبار، تلقاو تغطيه زيد المهرجانات الصيفيه الكل. دونك نحاولوا نامنوا لو ماكسيموم، نحاولوا ان زيد نكونوا معاكم لحظه بلحظه في العالم الافتراضي في مواقع الخاصه براديو مارينا. سي محسن نخلي كلمه الختام. نشكرك برشا خويا امير، ونشكر كل اللي معاك سواء مخرجين اختنا امال واموله، ونشكر كل الإدارة مارينا نتاع راديو مارينا في صفاقس، ونشكر راديو مارينا فرع في سوسة وفرع في تونس، خونا علاء وأحلام وشيمة اللي قاعدة نشوف فيها مضحية برشا في الفترة هذه في مهرجانات الصيفية، بارك الله عليها ما شاء الله، ما يتعلموا إلا ما يفهموا بشوي بشوي. نشكر كل الإنسان اللي يخدم في مارينا وخدم في إذاعة مارينا بقلب وضمير، واللي يخدمها بقلب نشكره برشا، إن شاء الله ربي يبارك له الجنة، سواء أنا ولا أي إنسان اللي يفيد هالاذاعه هذه اذاعه ثقافيه واجتماعيه، وهي على اسمها على جسمها تقول لك تلمنا وتزاهينا. ان شاء الله هذه لمه الحب، لمه المبدا، لمه الاخويه. ونشكر مركز مارينا اللي هو التطوير الاعلامي اللي هو سبونسوري قاعد داعم فيه باش يعطيني ترانسبور نتاعي باش نجي وغادي ونجري وكذا كل شيء. واللي عندهم صغيرات مغرومين بالتمثيل وبالتنشيط اذاعي، فوتوغراف، تصوير، مونتاج، عليهم كان يتصلوا بمركز مارينا او يتصلوا باذاعه مارينا، وانا نضمن لك في سوق الشغل، انا نضمن لك في سوق الشغل ونخدمهم يخدموا سواء في تونس او خارج تونس. انا نضمن لك انتم عليكم بالغرام وهم عليهم بالخدمه والاعلام، ما تخافوش. واللي يحب محسن يقرا البرج على الخاص او يقرا بلورته على الخاص او يحل مشاكل اخرى مستعصيه على الخاص، يتصل بالارقام التاليه في صفاقس 50 100 079 او في سوسة 56 486 500 او في تونس 96
880 او 20 416 665 معناها 20 416 665. شكرا للجميع، وراني نتكلم بالسيف وان شاء الله ربي ينوركم. ونشكر اخونا امير شكر كبير برشا اللي هو هاشتاج وصل ل 10,000 متابعين في 3 ايام ولا في 4 ايام. شكر ليه كبير برشا، وكمش هو اللي قاعد يحرك في الفيديوهات ويوصل المعلومه للناس الكل، ما توصلش ل 10,000، لكن باش بكم انتم نرفعوا كتافنا نرفعوا روسنا، تبرتشوا وتعملوا جماعات وتحاولوا الباج نتاعكم تقعد لكم انتم الفام نتاعو الناس اللي يحبوا مارينا ويحبوا اخبار محسن، اخبار كل في راديونا الكل كاي، واخبار امير السويسي، واخبار كل المناشطين اللي في راديو مارينا اللي يهم في راديو. شكرا، باي باي. شكرا ليك سي محسن. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية برنامج حظك وأحلامك. نحب نقدم تحية كبيرة ساعة للسيدات المخرجات أمال بوشنيبة وأمل الحمداوي اللي أملونا البرنامج اليوم. إن شاء الله نكونوا ديما في مستوى تطلعات الناس. شكرا على نسب المشاهدة المحترمة، شكرا على تفاعلاتكم، شكرا على رسائلكم المشجعة والمشجعة جدا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.